على شخصية مانديلا وعلى الشعوب شمال أفريقيا وعلى أفريقيا بالأجمع وحتى جنوب أفريقيا. وطبعا هذه حالات استثنائية التي تم ممارستها من قبل الأنظمة الدولية. وطبعا من هم هذه الدول وهذه الأنظمة التي استهدفوا القادة عبد الله أوجلان؟ لهذا الشيء نقول لا نقول فقط المؤامرة، نقول المؤامرة الدولية بكون جميع الدول التي شاركت هذه المؤامرة، إذا كانت في الدول الذين كانوا موجودين في الاتحاد السوفيتي التي انحاكت على أبناء مناطق الشرق الأوسط بالأجمع من خلال شخصية القادة عبد الله أوجلان اللي هو ولا دار الرهيب والسجين للدفاع عن حقوق الشعوب المنطقة عامة، منطقة الشرق الأوسط. طبعا عندما نتحدث عن المؤامرة أو نقول ما هي المؤامرة يحمل في طياتها وحقائقها الممارسة القذرة والمؤامرة بحد ذاتها هي الغدر والخيانة. ليست فقط يحمل مفاهيم الحرب بحد ذاتها. هذا الأساس طبعا نسميها أو سماها قادة عبد الله أوجلان بهذه اللعبة الدولية التي تم ممارستها منذ 9 تشرين الأول 1998 حتى فترة الاعتقال في عاصمة كينيا نينوى يعني نيروبي عام 1999. طبعا نستطيع أن نقول أن هذه الفترة 4 أشهر ونصف أو بمعنى ما يعادل 135 يوم من المؤامرة التي تم ممارستها على القادة عبد الله أوجلان. طبعا هذه نعتبرها هي صفقة العصر وانتهاء القرن العشرين ودخول في القرن ال21. القدرة في استفسار وتحليل هذه الشفرات بشكل جيد، لأننا دائما هذه كانت المفاهيم القادة عبد الله أوجلان ببناء المجتمعات ضمن هذه النطاق. وعلى هذه الأساس طبعا يعني احنا دخلنا في مرحلة ليست بسهلة، المؤامرات مستمرة علينا، وطبعا يوجد عديد من التهديدات على مناطق شمال شرق سوريا لاستهداف الإدارة الذاتية الديمقراطية في هذه المناطق، ويجب أن نكون على دراية بهذه الأمر. لهذا الشيء دائما القائد عبد الله الإمرالي يقول لا تطالبوا بحريتي، طالبوا بحرية ذاتكم، لأن حرية ذاتكم هي فتح الأبواب على الإمرالي وخروجه من الإمرالي. طبعا هذا إذا احنا نستطيع أن نفسرها بشكل جيد، نستطيع أن نعلم على أن هذه المؤامرات محاكاة ضدنا كمجتمعات ومكونات من عربها ومن كردها ومن الألمانها المؤامرة تدار من قبل قيادة القوات الخاصة، ولأجل تحقيق هذه المؤامرة لا بد من بعض الجهود الدولية، وبالفعل بذلوا جهودهم على هذا الأساس، حيث برزت النتائج الأولى لهذا الاتفاق في عهد مسعود يلمز. أتذكر جيدا ذلك الوقت حيث استهدف الانفجار كبير في 6 من أيار عام 1996، وكانت إسرائيل حينها بانتظار خبر الانفجار الكبير، ووصل الخبر إلى لندن خلال نصف ساعة محبكة بنسبة 99.9% كي لا يكون لنا مفر. هذا مهم جدا لأننا تجاوزنا تقريبا كل المؤامرات السابقة، فقد